اند للجميع يا جماعه، هابي اند للجميع. نرجع بقى ونشوف الدوري المحلي بتاعنا والدوري المصري. انا بس عايز اقول حاجه، الناس انبسطت لما حسام لعب هجوم. طبعا انا كنت متوقع مليون في المية انه لازم هيلعب هجوم، هينزل لك كل العناصر الهجوميه الموجوده عنده، هينزلها لك. ده علشان ايه؟ يتفادى كل اللي الناس طلعت قالت عليه الجبان العميل. هو لو كان عملها كده كان عمل ايه؟ هو لو كان نزل بالعيال دول كان، هو لو كان لعب كده قدام السنغال كان كسبها. هو لو كان هو كده حسام حسن، الناس كلها مسكته شطفته قبلها وحطت ان الفشل بتاع الكوره المصريه وادائنا كله في البطوله بسبب ان حسام حسن ما لعبش هجوم. ولو حسام حسن كان بيلعب هجوم من اول البطوله كنا نزلنا كسبنا الجميع 3 و4 وبدعنا وامتعنا. اهو لعب هجوم اهو لعب هجوم اهو، نزل لك كل الناس اللي انت بتشوفهم او بتعتبرهم من العنصر الهجومي، تريزيجيه ومصطفى محمد وزيزو وامام عاشور ومحمد صلاح ومرموش، كل الناس اللي انت بتحبهم نزلوا. بس عملوا ايه؟ عملوا ايه في الهجوم؟ هذا ردا على اللي لسه لحد النهارده مش قادرين يفهموا المنتخب. طبعا في ناس فاهمه المنتخب من زمان وعارفاه انه لو لعب هجوم ولو لعب دفاع هي الجلابيه، لكن الرد ده على الناس اللي لسه متخيله ان مشكلتنا بس في طريقه اللعب، وكأن مشكله مصر هي الطريقه اللي بيلعب بيها والطريقه اللي بيلعب بيها والمدرب، ولكن اللي بينفذوا الطريقه مش على بال حد. يعني هو مش على بالنا مين اللي بيلعب، مش على بالنا مين اللي بيجيب اجوان، ولا مين اللي ولا هنعملها ازاي في الهجوم، ولا مين اللي بيمشي. مالناش دعوه بالكلام ده، احنا عايزين نلعب هجوم. عندنا لعبنا هجوم النهارده، واديك شفت في نص ملعب نيجيريا فانيلات حمراء كتير قوي. يا عم يلا، كان عندك اكتر من فانيلا حمراء في نص الملعب بتاع نيجيريا، بس عملوا ايه؟ وده اللي انا قلته لك المره اللي فاتت. قلت لك احنا ما بنعرفش نلعب هجوم، ما بنعرفش ليها ناسها، دي عايزه عيال لعيبه بالبلدي. يلا بقى خليها بلودلو نقلبها بلدي. عايزه عيال لعيبه يا ابني، عايزه عيال معجونه كوره وعيال متاسسه صح، ومش لعيبه بس حريفه بس. انت ممكن تبقى حريف قوي 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 لكن اول ما اجي اخبطك تقع. فاذا خلاص الكوره ما بقتش زي بتاعت زمان قوي، الكوره الشراب الواد اللي يمسك يرقص الفرق كلها، لا، اللي يديك كتف تقع. لا، انا عايز كمان بدني كويس، عايز صحه كويسه، عايز في الالتحامات في الثنائيات تبقى كويس، وانت عايز تعدي ازاي من واحد على واحد، وعايز تفضل نضرب في بعض ازاي، ما انت عايز برضو عيال بدنيين حلوين. انا قلت لك احنا ما بنعرفش نلعب هجوم عشان احنا مش متاسسين صح، وفرقه ما بتعرفش تلعب هجوم. كل عنصر من العناصر اللي انت شايفها ديت ما عندوش بدائيات الكوره. انت بتشوفهم هنا في الدوري المحلي بس. انا عذرك، انت بس ايه رابط الدوري المحلي ببره؟ لا، انت بتشوفهم هنا في الدوري المحلي، لان اساسا الفرق اللي بتلعب في الدوري المحلي واللاعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي لاعيبه كلها واقعه وضايعه. هنا بنختار يا ابني لو واحد رقص ترقيصه ولا عمل حاجه ولا جاب جونين بنقول عليه نجم وبنصيطه، لكن الناس بره ما بيفكروش كده. فما تربطش بس ان ايه تريزيجيه عندك هنا وزيزو عندك هنا وامام عندك هنا وحسام عبد المجيد عندك هنا وفلان 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 وفلان. لكن لما بتتحط في منافسه حقيقيه مع فرق قويه بتعرف فرق الامكانيات، وديك عرفته، وانت اصلا عرفته اصلا من البطوله العربيه كمان. فاذا مشكلتنا ما كانتش خالص في مشكله طريقه اللعب بتاعتنا. انا برضه عمال اركز، شفت كميه كومنتات يا جماعه وتعليقات في صفحات وعلى السوشيال ميديا كلها، الجبان الجبان الجبان. طب اقول لك على حاجه بقى، قهوه فايق اللي المفروض ان قهوه فايق ديت بتلم بقى ايه خيره شباب ومحللين ولاعبين مصر كلهم بتقعدهم بالليل. وعلى سبيل المثال امبارح كانت جايبه شيكابالا وكانت جايبه مين تاني واحمد عز وكانت جايبه ناس كتير قوي. سالهم هو حسام حسن دي كانت الطريقه اللي لازم يلعب بيها؟ قالوا لك اه دي الطريقه اللي كان لازم يلعب بيها، هي دي الطريقه اللي كان لازم يلعب بيها، وهي دي الامكانيات اللي كان لازم يلعب بيها كابتن حسام حسن، هي دي الامكانيات. اذا حتى خيره الناس دول اقروا لك ان هي ديت امكانياتنا لازم نلعب بيها. اقتنع بس ان انت ما ترميش القصه على مين؟ على حسام. انا بالنسبه لي ده عمل انجاز لحد النهارده، بقول لك حسام حسن ده يا ابني عمل انجاز. طالعين رابع افريقيا قدامنا المغرب السنغال ونيجيريا، ثلاث فرق وانت اصلا فرق قليله قوي قوي، امكانياتك دي ضعيفه قوي، انت مستأنس خالص، انت لطيف، انت حنين، انت كيوت، وطالع رابع. اصلا دي اصلا حاجه في حد ذاتها تخليك تقف تفكر ازاي دول طلعوا رابع.
لكن لما تيجي تفكر فيها تقول الله ما قابلوش فرق اصلا قويه. كمان بقى خلي بالك كمان، انت اصلا ما قابلتش فرق قويه غير كوت ديفوار، وقصه كده سيناريو لطيف مختلف كده، الحظ خدمك فيه جدا 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 جدا، خدمك في الحظ. لكن اول ما قابلت فرق قويه طلعت. انت اصلا لما تيجي تتفرج على النهارده، بص اصلا الصفحات بيضه لان الماتش ابيض، الماتش ابيض. ما يغركش النهارده تاني بقول لك ان انت لقيتنا قدام، انت لقيتنا قدام فشفتنا ان احنا قدام فقلت الله دي خطه هجوميه. طب انت عملت بيها ايه؟ طب انت هددت المرمى بتاعهم؟ طب انت شطت على الجون وشفت الجون بتاعهم بيتمطع وبيطلع الكور؟ طب انت رفعت كور النهارده من الجناب وشفت ناس بتركبها بالرؤوس وبتعمل، انا شفت انت الكلام ده؟ طب انت شفت النهارده الثرو باس القوي في العمق اللي بيدربك دفاعات نيجيريا؟ شفت اي حاجه من دي؟ شفت بناء هجمات من ورا، بناء هجمات حقيقي انك بتطلع من ورا لقدام وبننقل اكتر من نقل عن قدام مع. طب انت شفت تحركات حلوه؟ ده كل التحركات مش ممكن. واكبر دليل ان اللعيب اللي هو اصلا في موقف متسلل، هو مش عارف انه في موقف متسلل زي مصطفى محمد. ما اعرفش مين اللاعب اللي كان جاي من وراه مرموش ولا مين اللي قال له سيبها لي انا. انت حتى مش عارف ان انت في الموقف اللي انت واقف فيه ده انت متسلل اصلا، تسيبها للي وراك. بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ والله الواحد حزين. سيبك من الكلام ده، الواحد اصلا متضايق. اوعى تكون فاكر الواحد بيقول الكلام ده هو مبسوط ولا حاجه، ان مستوى الكوره بالمنظر ده ولا مستوى اللعيبه بالمنظر ده. وبعدين احنا بنعرف نلعب دفاع ليه؟ لان الدفاع سهل. وانا قلت لك قبل كده احنا متخصصين في الدفاع مش لاننا محترفين في الدفاع ولا عندنا لعيبه محترفين دفاعيا، لاننا دافعنا كتير على مر الزمن، ولان كمان الدفاع ما بيحتاجش الدفاع طفش. لما بتطفش كوره الناس بتقول لك الله عليك. فاحنا متميزين حتى في الدفاع لان الدفاع مش محتاج ودي 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 ودي، ويمكن وانت بتودي واحده تلاقي واحد سريع ياخدها يجيبها لك جول. يا راجل هو ده منظر؟ خلي بالك انت بتلعب فريق نيجيريا اللي مش عايز يلعب اصلا. يعني فريق نيجيريا ده هو ده فريق نيجيريا اللي من اول البطوله؟ هو ده الفريق الفايتر؟ هو ده الفريق اللي بيخش وبينقض وعنده الحماس وعنده القوه؟ هو ده اللي انت شفته؟ لا. ليه؟ مش عايز يلعب. نيجيريا النهارده لعبت بمبدا ان لم اكن الاول فالثالث مثل الاخير. بالنسبه لي انا ما خدتش الاول، الثالث زي الاخير. بيمشوا كوره. خلي بالك الماتش كان ممل جدا، ممل بشكل غير طبيعي. انت بالنسبه لك عايز بس مش قادر، هم بالنسبه لهم مش عايزين يلعبوا، وده واضح جدا. حاله من حالات اليأس وحاله من حالات الاحباط، ان انا مش في النهائي فبمشي وخلاص، يلا بمشي الماتش وخلاص. فانت كمان بتلعب مع فرقه كمان ما عندهاش انياب حقيقيه بتلعب عليك، فما يغركش حتى ان انت شفت نفسك قدام. الفرقه كلها مصديه. مصطفى محمد ده مصدي حقيقي، مصدي. طب هو مصدي عشان هو ما كانش بيلعب من اول البطوله يا عم؟ هو وحش بقاله فتره حتى مع فرقته، هو مصدي. محمد صلاح ده مشكله كبيره، ده مشكله كبيره يا جماعه. محمد صلاح ده لعيب بجد. انا ما اعرفش عاملين له حصانه على ايه. حصانه ما حدش يتكلم عليه، حصانه ما حدش يتكلم عليه. لا البطوله خلصت بقى نتكلم عليه بقى، البطوله خلصت. قلنا ان انت واقع بدنيا من اول البطوله، واقع بدنيا، لكن كمان بدنيا وفنيا ما عندكش اي حاجه. مش ممكن الملل ده، انت اكتر لعيب ممل يا راجل. على راي شيكابالا لما قالها حسن شحاته، قال له ده انت خلقتني يا راجل وهو بيطلعه. ده انت يا راجل ممل. ده انت ايه ده؟ انا واقف بتفرج، مش ايه ده، انا بتفرج على قطعه غريبه بالنسبه لي. ايه كل كوره تجيله يقعد يعمل حاجات غريبه بيها كده، هو ما عندكش اي حاجه خالص تقدمها نهائي. ولا انت مش عايز تلعب اصلا؟ ولا انت اساسا مش عايز تلعب؟ مش عايز تلعب ما تلعبش. ولا انا عايز ابقى موجود لان محمد صلاح، ما ينفعش تركنوني لان محمد صلاح، لكن انا هنزل في الملعب هبقى واقف كده ما بعمل لكمش حاجه في الملعب. انت ما فيش اي حاجه بتقدمها يا ابني خالص. الحته الوحيده اللي عندك اللي المفروض تقول انا عندي لعيب اسمه محمد صلاح، ما بيديكش بجنيه، ما بيديكش كوره بجنيه. تقعد تتكلم عليه ويقول ضربه الجزاء داخل بيحطها بره. انت عايز تعمل ايه طيب؟ ده في الملعب عايز تأدي، ولا وشك باين عليه اي انواع من انواع ان انا عايز العب كوره، ولا بتدي ولا ايه ده؟ وبعدين طلع في المؤتمر الصحفي يقول لك اصل احنا مش هناخدها لان احنا عندنا لعيبه كتير محليين. انت نفسك محلي، انت ومرموش الاثنين الدوليين ضيعتوا. يقول لك اصل احنا عندنا لعيبه محليين. لا كنت تقول كلنا لعيبه محليين بقى، قول كلنا قطعيه واحده. لعيب ما بيديش كوره بجنيه، ولا بيتحرك ولا بيجري ولا بيروح ايه يا عم ده، ولا حتى عنده الحماس
يمكن تكون خلصان بدنيا وخلصان فنيا، لكن يبقى عندك حماس، ما عندكش حتى الحماس اللي عايز تلعب، ولا عمرك اديتنا بجنيه، وزعلان ان هم بالربع يقعدوك. النجم الوحيد اللي عندنا من وجهة نظري ده امام عاشور. امام عاشور كويس، يعني لعيب كويس، لعيب عنده شخصيه وعنده، لكن في جميع الاحوال لما تيجي تقارن امام عاشور اعلى واحد فينا، امام عاشور مع مين؟ ومش اعلى يعني بالكيرف اللي هو يعني عالي قوي برضه، مش الكيرف اللي هو المبهر قوي برضه، وحتى لو كان هو المبهر الوحيد، مع مين في الفرقه؟ ده انا حتى مش عارف اطلع لك كام لعيب على بعض اقول لك ان اللعيبه دول يقدروا يصنعوا لنا اي فارق، مش لاقي حد يصنع لي فارق في مطوشه خالص. قلت لك قبل كده اسماء رنانه على الارض مفيش، ايش تريزيجيه، وش ما اعرفش مين، وش ما اعرفش مين موجودين، ومفيش حد بيعمل حاجه. شوبير اتحط في كام اختبار النهارده كان كويس، جون كويس، اتحط في كام اختبار كان كويس، لكن في ضربات الجزاء كان سيء جدا. في ضربات الجزاء، وعايز اعلق على اللي انت بتعمله في ضربات الجزاء، ايه اللي انت عمال تعمله في ضربات الجزاء ده؟ يا عم وقف ركز في ال 18 بتاعك، بدل ما انت كل شويه طالع لي على مبدا ادربك اللي داخل يشوط الكوره واقعد اقول له كلمتين واقول له شاور له واقول له شوطها لي هنا، انت بتدربك نفسك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هي مان هير، هي مان، هوبا ايه يا عم ده؟ وتطلع عايز تزاول وعايز تعمل بقى، ما تخش حطها فيك، ما تقف يا عم في الجون وتركز. وكل الكور رايح لي يمين. ايه ده؟ ده معناه ان انت اصلا من النوعيه اللي هي ايه؟ بروح وانا ورزقي، مش حتى هقف ما عنديش التالنت والمهاره ان انا اشوف ممكن واركز مع الاخر هيطلعها من رجلي، ما عندكش كده. انا اي زاويه هحدد انا اليمين، وفضل رايح يمين. وصلاح بيضيع ومرموش بيضيع، والناس مش عايزه تلعب اصلا الناس مش عايزه تلعب، كانش عندهم حتى حماس ان هم عايزين ياخدوا المركز الثالث حتى. انا حاسسهم بجد الماتش ده، انا حسيته ايه؟ يا احنا لسه هنلعب خلاص يا جدعان، يلا واللي هيمشي نقول له سلام، وصلاح نقول له مع السلامه، وفلان نقول له مع السلامه. يا راجل ده انا غلطان ان انا ضيعت الساعتين اتفرجت عليكم اصلا في الماتش ده، خصوصا ماتش ملل. كل كوره بتيجي في رجل اي حد من اللعيبه بتوعنا في الموقف اللي انت حابه، اللي هو الموقف الهجومي، انا بس بوريك. وقلت لك قبل كده الفرقه اللي بتلعب هجوم دي ليها ناس. انا عايز اعرف مين عندنا بيعرف يرفع عرضيات خطيره، مش بلالين، عرضيات خطيره. مين؟ طب ومين حتى لو رفع عرضيات خطيره، مين اللعيبه اللي عندنا اللي بتركب بدماغها كويس؟ مين اللعيبه اللي بتشوط من بره ال 18 وبتسدد كويس؟ مين؟ امام عاشور. كل كوره في السماء. مين؟ باي عين عايز تلعب كره هجوميه؟ ده السؤال اللي بساله لك، باي عين عايز تلعب كره هجوميه؟ اصل فلان الفلاني، اصل حسام الجبان، اصل حسام انت برضه هترجع تاني تختصر الازمه كلها في حسام، تبقى انا اسف، تبقى يعني ما تفهمش حسام مين يا ابني؟ سايب المنظومه البايظه اللي عفنت ونتنت وريحتها طلعت وبانت اهي قدامك، اهي بانت ريحتها في البطوله العربيه، وبانت ان هو في بطوله افريقيا، وراح تمسك لي في حسام حسن. سبت كل الناس، ادارات واتحادات وكل وقطاعات ناشئين والدنيا كلها ولاعيبه قماشتها كده، ومسكت في حسام حسن. عايز يعمل ايه؟ ده مش ساحر ولا فلكي ولا بيضرب الوضع عشان يحول لك من دول. واوعوا تذهبوا بهذا اللاعب، بهذا المدرب لكاس العالم، اوعوا تذهبوا بيه. خلاص هاتوا جوارديولا، هاتوه، وادي دقنا اهي لو خلاك تعمل حاجه اكتر من اللي انت بتعملها. انا يعني ايه تجيب مدرب مثلا عالمي؟ وهذا هو العالمي ده مش عايز ناس برضه يا جدعان كويسين، مش بقول لك عالميين، هو العالمي ده مش عايز ناس يا جدعان كويسين قماشه عدله يلعب بيها، مش عايز عيال كويسه تلعب كوره عشان يقدر يبني عليهم خطه، مش بيقعد يتفرج على امكانيات لعيبه يا جماعه وماتشات سابقه للعيبه ديت عشان يعرف امكانيات كل لعيب وامكانيات تيم كامل، وبعد كده بيبتدي يحدد هذا الفريق لا يصلح الا ان يلعب دفاع. جبت جوارديولا عمل لك ايه بقى؟ ده هيعمل ايه في لعيبه النهارده معدل اعمارها، احنا منتخب معدل الاعمار بتاعتنا 30 سنه 30 سنه. هيعمل لك فيهم ايه بقى؟ هيعلمهم كوره من اول وجديد كام شهر وكاس العالم هيبدا، وجبنا جوارديولا وجبنا العالميين، هيعمل ايه هو بقى؟ هيخليهم لك يعملوا ايه؟ هيعلمهم ايه؟ الباص، هيعلمهم انك تبقى قوي، هيغذيهم ويديهم البان وحقنه الهيضه. يعمل لهم ايه؟ هيعمل لهم في البدني اللي هم واقعين فيه،
هيعمل لهم ولا هيعمل لهم في التسلم ولا هيعمل لهم ايه؟ ده هيبتدي يعلم كوره من اول وجديد. فما هي مش قصه مدرب، عمرها ما كانت قصه مدرب ابدا. دي قصه كبيره وبتبدا من زمان قوي واحنا فيها ضايعين. خلونا يا جماعه نرجع للدوري المحلي. خلونا نرجع للدوري المحلي. الواحد اصلا مخنوق من ايه؟ من المنتخب بحاله عامه. من المنتخب بحاله عامه احنا مخنوقين كلنا، ولا قديم يعاد ولا جديد يذكر. اي كلام هيتقال على اللعيبه ديت والقماشه والتاسيس والمشروع والليله والحكايه والروايه، كله كلام قديم وكله اصبح. هي بس النقطه الوحيده اللي لازم تفوق لها حسام حسن. طبعا طبيعي جدا ان احنا كمصر ما نجيش نمسك الا في ايه؟ واحنا لازم نمسك في حد. واحنا مش هنمسك في حد يا جماعه. اللعيبه خط احمر، ما حدش بيتكلم على اللعيبه طول العمر، ما حدش بيمسك في اي لعيب. اللعيبه دايما بيبقوا عارفين ده، ما حدش يتكلم على اللعيبه خالص، سيبوا اللعيبه. هاتوا لنا مين؟ هاتوا لنا المدرب. فجبنا المدرب حسام حسن. ده اللي احنا لازم نمسك فيه ونمسكه. هنمسك في مين يا جدعان؟ احنا مروحين المنتخب. هي البرامج هتشتغل على ايه بالليل؟ يعني البرامج تيجي تشتغل على ايه؟ ما لازم البرامج تشتغل على كده. لازم يلاقوا حد يمسكوه بالليل يشتغلوا عليه. مين اللي الناس تقدر تشتغل عليه؟ المدرب واللعيبه ولا اي حاجه. كل واحد اللي هيروح بيته ولا هيروح ما اعرفش فين ولا يخرج اجازه سعيده ولا يرجع. هاتوا الغلبان الوحيد ايا كان هو مين، نقعد نعمل عليه حفله بالليل. وكيف لعب وكيف عمل وكيف كان جبانا وازاي لما ما بيطلعش لاعب دفاع. اشتغل على حسام حسن. ده حاليا اللي موجود دلوقتي، اشتغلوا عليه. لكن لو في عنده انصاف، لو بجد، لان معظم اللعيبه دول صحاب الناس اللي بيجوا في القنوات. خلي بالك، ان كان مهيب ولا ان كان ابراهيم فايق ولا ان كان بتوع اول سبورت، كلهم صحاب. فازاي هجيب النهارده اقول ايه المستوى بتاع تريزيجيه ده ولا محمد صلاح الذي لا يقدم شيء لينا؟ نفسي واحد يطلع يقول الكلام ده بالليل في القنوات. بجد خلوا في دم شويه، خلونا نصدقكم. عايز تمسك في حسام يا عم امسك فيه، ولو ان الموضوع غريب انك تمسك في حسام، اللي ده اللي ضيعنا وكاننا كنا المانيا مثلا، فده لما جه ضيعنا. لكن امسك فيه. لكن مفيش عدل وانصاف بالليل تمسكه كده. هو محمد صلاح واحد يقوم متكلم عليه ولا متكلم على فلان ولا تريزيجيه ولا علان ولا مصطفى محمد؟ لا، عمري ما شفتها ديت في برنامج ماسكين لعيب يقول لك ايه يا عم اللي بيعمله ده؟ الراجل ما بيعرفش يباصي كوره، ده المستوى السيء جدا ليه ده يا راجل. عمرها ما شفتها على لعيب، وكأن اللعيب ده مش موجود في المنظومه اصلا اللي انت بتتكلم عليها. فهمت هي ماشيه ازاي؟ عشان كده احنا ما بنتقدمش حتى بالاعلام اللي بيعكس لك حقيقتنا. ما هو الاعلام ده ايه يا جماعه؟ الاعلام ده مرايه بتعكس لك الحقيقه بتاعتك اللي انت شايفها. الاعلام اصلا بيضللك، بيوديك في سكك تانية، لانها كلها فعلا حقيقي دايره مصالح. لو مش مصالح كانت اللعيبه ديت كلهم طلعوا اتكلموا النهارده. تعال نحلل اداء تريزيجيه ده اللي بيلعب في النادي الاهلي، تعال نحلل اداء زيزو، مصطفى محمد، تعال نتكلم على صلاح ونقول ايه المستوى اللي انت فيه ده يا راجل. انت ما قدمتش حاجه طول عمرك لمصر. سمعتها بذمتك؟ عمرك سمعت حد بيتكلم عليها في برنامج؟ ولا هتسمعها. محمد صلاح ده العالمي حبيبنا، ده احنا بنفرح لما يسلم علينا بس، ولا لو كلمناه احنا في التليفون ورد علينا اصلا نعمل كده؟ فبقول لك الدنيا كلها كده بايظه. قلت لو شفت دوله ب 100 برنامج بالليل، وال 100 برنامج ما بيقدموش حاجه فيها منفعه عامه للجميع في الكوره. ارجع للدوري المحلي تاني، ارجع لنا للدوري المصري، حدوته كل مصري. خلونا بقى نشوف الاهلي ونتكلم عليه، اللي بيخطف اللعيبه ما اعرفش من مين ومن مين ومن مين، واللي معاه الرعاه، والزمالك اللي عنده ماساه وحاطط الماساه بتاعته وضيعه على فريق الاهلي، وحسام عبد المجيد اللي عايزين يجيبوه من هنا وياخدوه هنا. هو ده حياتنا. هي دي حياتنا. احنا التفاهه حياتنا والمصلحه حياتنا، خلينا ندور فيها. احنا بارعين قوي في كده. احنا بارعين. خلونا نلم الليله بتاعت الدوري المصري كده ونقعد كل يوم نعمل الشويتين دول. الزمالك اللي ضايع ومشاكله كلها في النادي الاهلي اللي مضيعه، والتعريض من الحكام، ويوم ما الحظ يسيبه حكام. خلينا بس عايشين في الايه؟ في الليله دي كلها. ما حدش شاف حاجه. خلينا نتفرج بكره على ماتش عدل. وبلاش نلم يا جماعه على ايه؟ ان ده ما كانش عايزنا نكسب ودول ما كانوش عايزيننا نكسبوا. انت بتبال مين؟ انت بتبال مين انت؟ اللي قاعد مركز معاك مش عايزين مصر دي تكسب لانها البعبع الجبار. مين لازم نوقعها؟
انت مين وقعك ولا عمل لك حاجه؟ ما انت مشيت كويس ومحدش جه جنبك. انت ما قدمتش في ماتش السنغال واتغلبت وعادي. مين يعني المغرب يعني مثلا؟ انت مش على بال حد. حقيقي انت مش على بال حد خالص. مين بيفكر فيك انت؟ انا فريق المغرب ولا دوله المغرب اللي عندي عايز اخد بطوله وعايز اطلع بافضل تنظيم، هفكر في مين؟ هفكر في مين؟ اي حد عايز يشجع اي دوله براحته، دي حريه شعوب، عايز تقعد هنا عايز تقعد هنا براحتك خلاص. لكن مين اللي قاعد يفكر فيك ده؟ ابن الذين اللي تعالوا نمسك مصر يا جماعه عشان نطلعها لانها بعبع، لو دخلت هتاكلنا. تاكلنا مين يا عم؟ انت راجل مستانس بتلعب ورا. كل اللي عليك انك تنتظر الهدف اللي هيدخل فيك امتى وبس. خلينا نتفرج بكره على ماتش المغرب. اللي استحقت انها توصل هي والسنغال اللي استحقوا ان هم يوصلوا. والمغرب تستحق تاخد البطوله. وان شاء الله تاخد البطوله. تستحق ككوره، ماليش دعوه باي حاجه تاني، باي عناصر شجعونا ما شجعوناش، اصل ماليش ده في الكلام ده. انا بتكلم كوره، فريق كوره، فريق كوره. المغرب تستحق انها تاخد البطوله. اكتر بيقدم كوره رائعه. وخلونا احنا في الهم بتاع كل يوم. سلام عليكم.